بالنسبه للطالبه مريم اللي هي حصلت على كما قيل 0 في الثانويه العامه، وانتوا اعلنتوا الوزاره اعلنت او الطب الشرعي اعلن ان هي ان تبين مطابقه الكلام او مطابقه الخط بايديها، وهي ظهرت منذ قليل في برنامج الحياه اليوم مع الزميله لمنى عسل وقالت انها مكمله في اجراءاتها. انا ليا سؤال عايز استفسر منه من حضرتك، هل صحيح ان الطب الشرعي لما شاف الورق لقى الورق كله ابيض فاضي، وان الورقه الوحيده اللي مطابقه لخط البنت هي الورقه اللي مكتوب عليها اسمها في الصفحه الاولى؟ هذا ما ورد في تقرير الطب الشرعي، وهذا ما اكده الاستاذ الدكتور هشام عبد الحميد. استاذ هاني، دكتور هاني سيادتك بس سؤالي بس وقال بالحرف الواحد ايوه 13 خبير اكدوا انه ده خط البنت. يا فندم ولا مصلحه لوزاره لا يا فندم دكتور هاني لا دكتور هاني عفوا، انت سؤالي واضح قوي. انا بسأل سؤال هعيده مرة تانية، هل صحيح ان ورق الامتحان بتاع البنت، هفترض ده ورق الامتحان، الورقة اللي هي مطابقة لخط البنت هي الورقة الاولى فقط اللي هي بيكتبها؟ انا استاذ في الجامعة وعارف وبصلح ورق، بيبقى في ورقة كده في الاول الطالب بيكتب اسمه عليها، الورقة دي بنشيلها لما بتعرف سيادتك بتخش كنترول، ان دي بس الورقة الوحيدة اللي الطب الشرعي طابق خط البنت عليها، وان الورق من جوه ابيض فاضي. سؤال. لا، انا لا علم لي بهذا الامر. انا كل ما اعلمه ان الطالبة ادعت ان الاوراق الخاصة بها تم استبدالها، وباستحضار اوراق الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي، وبموضوعات اوراق اجابتها في العامين الماضيين بالورق الذي ادعت هي انه تم استبداله، اكد 13 خبير انه خط البنت. ما انا عارف يا فندم، انا قريت التقرير، انا قريته، انا عارف. انا بسأل سؤال تاني خالص، ما هو وارد جدا ان البنت تكون كتبت اسمها في الصفحة الاولى وتم استبدال الورق الداخلي بورق ابيض، لان مفيش ورق المكتوب بيتقال ان الورق الداخلي كله ورق ابيض. يعني هم لما طبقوا خط البنت ما طبقوش الاجابات بالورق بالخطوط القديمه بتاعت اولى ثانوي، هم طبقوا الخط بتاع الصفحه الاولى اللي فيه اسمها ورقم جلوسها بورق سابق، وده بالتاكيد هيبقى خطها. انا بسال الورق اللي جوه ابيض ولا مكتوب فيه بخط البنت؟ سؤالي واضح جدا. تمام يا دكتور، انا ما بقول لحضرتك انا شخصيا كل ما اعلمه انها ادعت ان الاوراق استبدلت. هل في جوه ورق ابيض وهي كاتبه في الصفحه الاولى بس؟ ما هو المساله ما وقفتش عند استكتابها يا دكتور عمرو وموضوعات خطها ومقارنته بخطوطها في العامين الماضيين. المساله اصل مش منطقي ان تسيب الورق كله ابيض. دكتور هاني انا عفوا من سؤالي، اصل مش منطقي ان طالب يسيب الورق كله ابيض فاضي ويكتب بس اسمه على الصفحه الاولى اللي هي عليها الورقه اللي بتتقطع في الكنترول. نفس الفكره يا دكتور، مش منطقي ان طالب كان متميز وجاب درجات في السنه باقل تميز لدرجه الصفر. هذا الامر حينما اثار لغط كبير كان الفيصل ان يوضع بين ايدي القضاء ومصلحه الطب الشرعي. انا مستوعب يا دكتور هاني، بس انا سؤالي برضو واضح جدا. الورق اللي تم مطابقه بيه خط البنت ورق الاجابه ولا الورق اللي كاتبه فيه اسمها في الصفحه الاولى اللي هي الورقه بتاعه الكنترول؟ ده لو عرفنا الاجابه ان ما تردد وما نشر الان ان الصفحات كلها بيضاء، وان الطب الشرعي لما طابق خط البنت من على الورقه الخارجيه بخطوط سابقه ليها. لا، هو انا الحقيقه لا علم لي. تمام. ان كان تقرير الطب الشرعي يذكر مطابقه. طيب انا دكتور هاني انا هقفل مع سيادتك دلوقتي، وبشكرك جدا على تفضلك طبعا والدخول لمحاوله حل مشكله